السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فندق واكوا بارك بانوراما نعمة هايتس. هو فندق صف تاني في خليج نعمة. ده الريسبشن اول ما ندخل من الفندق. طبعا لما بيبقى فيه زحمة واحنا جايين من بره الجو حر فممكن نحس ان التكييفات مش شغالة، ولكن اصبروا شوية الدنيا هتبقى تمام يعني ان شاء الله. ده الريسبشن، والناس بصراحة التسكين بيتم بسهولة يعني. دي الغرف، دي الغرفة الدبل. انا شايفة ان مساحة الغرفة بصراحة جميلة جدا، مناسبة جدا. ده طبعا الأوضة مجهزة بالكامل، الكاتل والمشروبات والسكر وكل حاجة انتوا محتاجينها. في ازازة مية بتيجي كل يوم، ازازة كبيرة يعني، ازازة مية كبيرة للغرفة. ده الدولاب فيه طبعا الميني بار والخزنة والشماعات والبطاطين وكل حاجة. التكييف كمان شغال كويس قوي يعني. احنا احيانا كتير كنا بنزوده علشان ساقع قوي. ده الحمام، طبعا بشاكل الحمام والشاور جيل والهاند جيل والمناديل التويلت وكل حاجة ما شاء الله. الحمام كمان مساحته كويسة جدا. الفندق كمان من الفنادق اللي هي اقتصادية جدا، يعني مش هتلاقي الأسعار سعر الفندق ده في أي مكان تاني. دي الغرفة التريبل. يا جماعة ده تصوير آخر يوم واحنا مروحين، فأنا ملحقتش بصراحة أصورها في الأول. ف يعني لو عندكم أي كومنت على أي حاجة فده احنا كنا ماشيين يعني. طبعا بشاكل البحر والمية والشاشة شغالة وكل حاجة. ده الفيو من فوق بقى ما شاء الله جميل جدا. الفندق كمان الجو فيه ممتع يعني بصراحة، مش هتحسوا بملل خالص. البسين ما شاء الله كبير جدا زي ما انتوا شايفين كده، وجنبه بسين صغير للأطفال. الفيو جميل. دي المنطقة بقى اللي هي بتتجدد في الفندق بالكامل. هو الفندق شغال بنص ساعة دلوقتي رغم الزحمة اللي فيه دي كلها ما شاء الله، يعني عليه إقبال كبير يعني. فندق اقتصادي جدا زي ما انا قلت، وتمنه سعره كويس يعني، سعره معقول قوي. دي الغرفة في مرة تانية بقى بعد ما طلعنا من تحت يعني. الروم سيرفيس بصراحة شباب ما شاء الله عليهم يعني، كلهم بيدرسوا في جامعة وكده، فحبوا يعملوا لنا يعني جو كده في المكان. عملوا لنا الوزتين اللي على السرير دول. كانت لفتة جميلة بصراحة. الغرفة بصراحة جميلة ونظيفة ومساحتها تحفة، كل حاجة فيها كويسة ما شاء الله. هنرجع للبسين تاني بقى. شوفوا البسين من فيو تاني برضو من فوق برضو. مساحته قد ايه يا جماعة؟ ما شاء الله كبير، وما تحسوش فيه بأي زحمة ولا بأي قلق ولا بأي حاجة خالص ما شاء الله. وعمقه كمان متر وربع أو من متر وربع تقريبا. يعني حلو يعني. عمقه كمان مناسب جدا، بينزل فيه الكبير والصغير، وفيه كمان البسين الصغير اللي انتوا شايفينه في الجنب ده للأطفال الصغيرين. هنيجي بقى الجزء اللي هو اللي انتوا شايفينه ده اللي طبعا الناس اللي هم منقذين على البسين في كل حتة على البسين، فمش هتقلقوا وما تقلقوش من حاجة خالص يعني. الدنيا تمام وأمان جدا ومفيش مشكلة فيه خالص يعني ما شاء الله. ده من فوق بقى كشفت لكم من تحت يعني، التصوير ده من تحت. مساحة البسين جميلة ما شاء الله، كبير وجميل يعني ما شاء الله. مساحته كبيرة قد ايه. والمياه نضيفة جدا زي ما انتوا شايفين. الناس كلها مبسوطة ومستمتعة بالجو بالمكان.
هنروح دلوقتي دي اكوا زون. دي منطقة العاب اطفال مع سوري يا جماعة. دي منطقة العاب اطفال فيها رسم بيلونوا على وشهم من الساعة 11:30 للساعة 1. طبعا فيها العاب بسيطة زي ما انتوا شايفين كده، وفيها كمان بيلونوا رسومات بيلونوها ورق كده عليه رسومات، وفي الوان بيقعدوا يلونوا في الرسومات دي. وطبعا في واحدة مسؤولة عن المكان ده، عن الأطفال اللي فيه، بتلون لهم على وشهم وترسم لهم على وشهم. تقدروا تسيبوا أولادكم وهتبقوا مطمنين عليهم جدا. ما تقلقوش عليهم خالص. وما شاء الله البنوتة اللي فيه بنوتة جميلة كده أمان يعني، متخافوش من حاجة. بيقعدوا بقى يرسموا ويلونوا ويلعبوا في الألعاب، وحاجة جميلة يعني. انتوا لو وراكوا أي مشوار أو أي حاجة أو عايزين تروحوا البحر ومش حابين تاخدوهم، ممكن تسيبوهم في المكان ده مع البنوتة اللي هناك، هتحافظ عليهم وهتاخد بالها منهم يعني، متخافوش عليهم خالص. هنروح بقى دلوقتي على الاكوا بارك. الاكوا بارك دي لسه متجددة اول السنة دي يعني، اول صيف السنة دي. لسه كمان هي ما اتجددتش بالكامل يعني، هي لسه فيها كمان توضيبات وتجديدات لسه ما خلصتش، بس هم شغالين فيها يعني لحد دلوقتي. ما شاء الله جميلة جدا جدا، وهم مش كتير بس يعني جميلة يعني، بتأدي الغرض والواحد بيتبسط وبيطلع فيها طاقته. وكمان بعد التجديدات اللي حصلت فيها كمان الدنيا أحسن بكتير من الأول. دي أكوا بارك الأطفال. طبعا هنا بيخش الكبار والصغيرين وكله بيلعب في أي حاجة تقابله، فهي بصراحة ممتعة وجميلة. كان في شكوى ان المنطقة اللي حوالين الاكوا بارك منطقة يعني ما كانتش متبلطة وكده. هما خلاص بيركبوا في السيراميك في الرخام في اخر جزء بقى، اللي هو المنطقة اللي تحت الاكوا بارك خالص، اللي كانت اغلب الناس بتشتكي منها. هما شغالين فيها الايام دي. هو الفندق عامة ككل يعني بالنسبة للسعر اللي مدفوع فيه بصراحة يا جماعة جميل ممتاز، وانا برشحه لأي حد على فكرة. لان انتوا لو هتقارنوه بفنادق تانية بنفس المستوى 4 نجوم، هتدفعوا الضعف مثلا، وهي نفس الفرق او فرق بسيط جدا لا يذكر يعني، في مقابل المبلغ اللي انتوا بتدفعوا الفرق يعني. بصراحة فندق جميل وجو جميل واستمتعنا جدا، وكانت اجازة تحفة مقارنة بالسعر كمان يعني. ما شاء الله الناس كلها، انتوا شايفين الناس كلها مبسوطة ومستمتعين وبيلعبوا ازاي. الجو كمان على الحقيقة احلى من التصوير مليون الف مرة. انا قلت لكم قبل كده ان انا ماليش في التصوير قوي يعني، انا بعملها محبة يعني، ان انا اساعد الناس يعني بناء عن تجربتي. انا بنقل تجربة شخصية مش علشان اي حاجة تانية. ممكن اكون يعني بفيدكم ولو افادة صغيرة بناء عن تجربتي. انا بصراحة يعني نزلت في اماكن تانية خسرت فيها فلوس وخسرت فيها حاجات كتير، واجازة ضاعت وحاجات كده. شوفوا بقى، انا جبت لكم الارضية، الجزء اللي في الارض اللي لسه بيكملوا شغل فيه يعني. شوفوا بقى كل الناس مبسوطة ازاي ومستمتع وكل مقضي اجازة يعني بصراحة. الفندق مش ممل يعني، هتلاقوا اغاني شغالة، هتلاقوا لا في حركة وفي جو في الفندق، عكس الفنادق التانية. في فنادق تانية بتبقى شغالة موسيقى بس. احيانا الواحد بيبقى ساعات يحس بالملل شوية. المياه زي ما انتوا شايفينها جميلة جدا، رغم ان لسه المنطقة كمان ما اتجددتش وما اتكملتش بالكامل، بس يعني الجو فيه جميل. ده عرض كده شو بيتعمل يوم التلات الساعة من 3 ل4 العصر.
طبعا اليوم ده انا عايزه اقول لكم ان احنا اول مره، دي تاني مره انزل في الفندق ده، ودي اول مره اشوف فيها العرض ده، يعني اول مره يعملوه السنه دي. كلنا اتغرقنا. بس كان جميل بصراحه. يعني دي فرقه تقريبا بنتين من روسيا ومعاهم واحد كمان، 3، فكل واحده بتعمل فيهم عرض يعني. اليوم كان جميل وعرض كان جميل، والناس كلها زي ما انتوا شايفين كده مستمتعين ومبسوطين جدا. معرفش بتسموا الشو ده ايه يعني، بس يعني هو منتشر الفترة دي في أغلب الفنادق يعني. هو إدارة الفندق وفرته. أنا بالنسبة لي دي أول مرة، معرفش بقى هما كانت موجودة السنتين اللي فاتوا ولا السنة اللي فاتت أو لأ، لكن أنا مشوفتهاش قبل كده. هو طبعا التصوير مش واضح قوي لأن المية بقى بتبوظ التليفون، فأنا كنت بعيد شوية. يعني أنا كنت بعيد وبرضه جابته عليا برضه. غرقتني جامد، بس إحساس جميل والله. الأجازة كانت جميلة ما شاء الله. التصوير ده يا جماعة كان في أول 8، أول شهر 8، 2023. أنا بحاول أعلي التليفون عشان ما أظهرش الناس برضو، بس يعني على قد ما أقدر يعني. ده الشط، زي ما انتوا شايفين كده. انا هجيب لكم الارضيه رملي 1,000,000%، رملي 1,000,000%، لدرجه ان احنا ما كناش لاقيين حته صخره صغننه كده ندور جنبها على السمك. وزي ما انتوا شايفين كده الشط هو مقفول، شط مقفول مش مفتوح يعني. من ورا هتلاقوا الجبال سنداه. ده احمد ابني. فالشط دي الصفرة دي اللي هي نسيت اسمه. البحر زي ما انتوا شايفين المياه جميلة جدا. الموج طبعا زي ما انتوا عارفين البحر الأحمر بحر جميل يعني. ممتع. شوفوا بقى هو مقفول بالجبال من ورا كده اهو. انا جايبه لكم الارض، بص عامله ازاي، مفيش ولا صخرايه صغننه حتى يعني. مش محتاجين فيه شوز البحر خالص خالص خالص. عموما الشاطئ ده فيه 5 فنادق بتودي فيه بانوراما تركواز في وشه على طول. وهو الشط ده في السوق القديم، ودلتا شرم بتودي فيه، في فندقين تانيين مش متذكرة اسمائهم قوي، بس هو في 5 فنادق بتودي فيه الزوار بتاعه. ده الفطار طبعا جبن ولانشون وخيار وكل الحاجات بقى، المخللات، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه. في زبادي، في كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده. ده عسل ومربى، نوعين مربى وعسل اسود. وده طبعا العيش. الحاجات دي بتتجدد يعني على طول، في شيفات واقفين كل ما تخلص يجيبوا غيرها. طبعا انتوا بتغرفوا نفسكم، ما فيش حد بيقف يغرف لكم ولا حاجه. دي بقى قسم المخبوزات، عندهم شويه مخبوزات بصراحه يا جماعه. انا كان نفسي اشوف الشيف اشكره، طعمها تحفه 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 يعني. انا احيانا كنت بكتفي بالمخبوزات في الفطار،
كنتش يعني في ايام كده ما كنتش احب اكل حاجه في الفطار، فاكتفي بالمخبوزات. كلها طعمها تحفه جميله بصراحه. المخبوزات عندهم مميزه جدا جدا جدا. ده الفطار. ده قسم المخبوزات بس. في طبعا فول، وفي طعميه، وفي بتنجان مقلي، وفي بيض شيف واقف للبيض. معلش، هي الفيديوهات بتاعت الاكل اتلخبطت في بعضها شويه في الترتيب. ده الحلو في الغدا. في اليوم الشعبي بقى كانوا عاملين بقى الحلويات الشرقي كلها. كان يوم اكل شرقي كله، ودي الحلويات اللي في اليوم ده. طبعا اليوم من اوله لاخره في حلو، من الصبح لحد في الثلاث وجبات. 3 وجبات، في حلو وفي حادق. فده كان في اليوم الشرقي فيه الاكل زي ما انتوا شايفين كده. برضو الحلويات عندهم جميلة ما شاء الله، مميزة برضو، كلها تحفة بصراحة. ده جيلي بالكريمة. دي لقمة القاضي او زلابية زي ما بيسموها. ودي الصوصات بتاعتها شوكولاتة وصوص بقى مانجا ونعناع وحاجات كده. وده المخبوزات موجودة في الفطار وفي الغدا وفي العشاء، موجودة على طول يعني. العيش موجود في ال3 وجبات برضو. ده كاتشب ومستردة وطحينة، موجودة برضو في اغلب الاكل. دي بقى مخللات بقى، سلطة. انا بقيم الاكل بصراحة، يعني في ايام جيد وفي ايام متوسط. يعني برضو يا جماعة للامانة، سعر الفندق بالنسبة للأسعار التانية فهتختلف شوية في الأكل، شوية في مثلا إن الألعاب بالأكوا بارك قليلة مثلا. فده فرق الأسعار بين فندق والتاني. ده بقى رجعنا بقى بقية الفطار تاني. ده رز بلبن. دي بقى العيش اللي هو الكايزر، لما بيبقى بيحط عليه جبنة وزيتون وكده ويحطوه في الفرن، طعمه تحفة 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 بجد. دي بطاطس بوريه. ده سوسيس بالبطاطس. الفول طبعا مهم جدا، لازم يبقى موجود في كل مطعم. طبعا الطعمية أساسي. أنا طبعا ده كان آخر يوم. ده البانكيك. برضو ولادي حبوه جدا جدا جدا، عسل وشوكولاتة ومربى وسكر. كانوا بيحبوه أوي. ده الركن بتاع البيض. ده يوم تاني في الأكل برضو. كان يوم بقى كان يوم تقريبا ده الشرقي، علشان كان هنا في كشري هتلاقوه في التصوير. دي السلطات. وده المخبوزات اللي موجودة في ال3 وجبات، اللي هو العيش أقصد يعني. دي الحلويات، ركن الحلو. ما شاء الله ما شاء الله يعني، حاجات جميلة. يعني تقدروا تختاروا. طبعا ده البطيخ ده في وجبة العشاء يا جماعة. ده كان العشاء. المطبخ المطعم زي ما انتوا شايفينه كده، هتلاقوا فيه مفارش بقى حمرا ومناديل وحاجات كده. ده تجهيز العشاء. ده رز. دي بسلة. دي بطاطس. مش كل الايام طبعا كده يعني. ده جلاش تحفة برضو، طعمه جميل. كان في يوم طبعا في. ده اكيد السمك. ده سمك صينية.
كان في سمك مقلي ايام تانية. كان في دي لحمة اللي هي كباب حلة، موجودة بقى تقريبا طول الأسبوع. موجود الكباب الحلة، موجودة اللحمة كباب حلة، موجودة طول الأسبوع. ده الكشري اللي بقولكوا عليه بالصوصات بتاعته طبعا وكل الحاجات الخاصة بيه. كان في يوم كان في عاملين ديك رومي. اي نعم الحتة اللي الشيف بيحطها مش كبيرة، بس انتوا ممكن تطلبوا اكتر يعني. كان في كفتة، كان في آه، حواوشي، كان في حاجات كتير. المطعم بقى بالليل بيفرشوا بقى المفارش الحمرا دي واللي عليها البيضة، وده شكل المطعم بالليل قبل العشاء، قبل ما ندخل احنا للعشاء بقى. في الفطار وفي الغدا مفيش المفارش دي، هي الرخامة على طول. انا بقيم الفندق بصراحة هو فوق المتوسط، بالنسبة للي انا شفته في فنادق 4 نجوم اغلى منه. بصراحة انا بستريح فيه وبطمن. ممكن في الغدا كمان بيبقى فيه مكرونة طبعا بالصوص الابيض والاحمر. ده بقى بعد العشاء. شوفوا بقى جو الفندق وكمية الهدوء اللي في الفندق بقى والراحة النفسية اللي في الفندق بقى بعد العشاء، روعة. انا شخصيا استمتعت جدا الحمد لله باجازتي، وولادي اتبسطوا منه جدا. زي ما قلت لكم دي مش اول مره اروحه، دي كانت تاني مره. بس للامانه هو يستحق ان هو يبقى في مكانه احلى من اللي هو فيها دلوقتي كمان. انا بنصح بيه لاي حد عايز فندق عائلي مفهوش كحوليات، مفهوش نسبة الأجانب فيه حاليا تقريبا مش موجود أجانب خالص تقريبا دلوقتي، لأن الجزء اللي انتوا شايفينه ده كله بيتجدد في الفندق زي ما أنا قلت قبل كده. ففي جزء كبير فيه مش شغال. الانيميشن بقى هم عندهم يومين في الأسبوع، رقص شرقي وتنورة. هي دول فقرتين أساسيتين في الفندق، يوم الجمعة ويوم الاثنين، رقص شرقي وتنورة. بقية الأيام بقى لو في ألعاب أطفال، يعني لو بيعملوا مسابقات بين الأطفال وبعضها ومواهب وحاجات كده. أنا بقترح على إدارة الفندق ممكن تسد العجز ده بشاشة مثلا بروجيكتور، تعرض عليها مثلا فيلم أو مسرحية، أو لو في ماتش مهم مثلا من 9 ل 11 برضو، يبقى إضافة جميلة للفندق، وكمان الناس كمان هتستمتع وهتتبسط. بس هو عموما طبعا في أغلب الناس بتخرج بعد العشاء في أغلب الأيام يعني اللي موجودة. فهو كده برضو مش وحش، كده جميل. ولو في طبعا إضافة كمان تبقى أجمل وأجمل يعني. طبعا دي فقرة التنورة. اللي مستني الرقص الشرقي يا جماعة أنا ما بصورش الرقص ده. يوم من الأيام كانت أسرة جميلة، بس للأمانة الفيديو ده قديم، يعني الجزء ده قديم. نفس الفندق برضو، بس كانت في الأجازة الأولانية. أسرة جميلة جدا، كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد بنتهم. ما شاء الله ما شاء الله، كانوا عاملين جو جميل في الفندق. انا زي ما بقولكوا هما الفقرتين يومين اساسيين، اللي هو الرقص الشرقي والتنورة يوم الجمعة ويوم الاثنين. وبقية الايام بقى يعني زي كده لو في حد عايز يعمل عيد ميلاد، في مسابقات بين الاطفال وبعضها. اتمنى اكون افدتكم، وشكرا جزيلا ليكم.